اهلا بيكم في فيديو النهارده. بفكر حضراتكم نعمل لو سمحتوا اشتراك للقناه ونعمل كمان لايك. لو تفتكروا المره اللي فاتت كنت قلت لكم هكلمكم النهارده عن كبسوله لطيفه نقدر ان احنا نستخدمها لما نصمم ايس بريكر في بدايه البرزنتيشن. ويعني اعتبروا هذه الكبسوله زي كده ايه، اتس جايد لاين، يعني خط كده استرشادي ببص عليه، الله الحاجات دي موجوده في الايس بريكر ولا لا؟ طب ايه اللي اقدر ان انا اوفره جوه الايس بريكر؟ طيب كبسوله النهارده اسمها فابيولس. وفابيولس بالعربي يعني رائع، ممكن برضو بالانجلش ليها مرادفات اخرى زي اميزنج، اوسم، جريت، وندرفul. احنا عايزين نصمم فابيولس ايس بريكر. ايه مصدر الاكرونيم دي او الفابيولس اكرونيم دي؟ بصراحه انا اتس انون بالنسبه لي، مش انا اللي عاملها، لكن اتس انون بالنسبه لي، اتس انونيمس يعني. لكن انا هشرحها لكم النهارده ونشوف حروفها الثمانيه. طبعا هنا اكرونيم بالعربي يعني اختصار للكلمات، يعني انا هنا عندي 8 عناصر او 8 كلمات، اخدت الحرف الاول من كل كلمه واتكونت في الاخر كلمه فابيولس. طيب تعالوا نشوف حرف الاف stands for ايه. حرف الاف stands for full proof. لما تعمل ايس بريكر من فضلك خلي الايس بريكر يكون مفهوم لكل الناس، اي حد من الناس يقدر ان هو يفهمه، ده فول بروف. طيب تعالوا نشوف بعد كده الحرف اللي بعد كده اللي هو amusing. اعمل ايس بريكر يبقى فيه فن، يبقى مسلي للناس، يبقى فيه ضحك، يبقى فيه هزار. خلي بالك زي ما قلنا قبل كده الايس بريكر انت بتكسر حاجز التلج اللي بينك وبين الناس، فحاول في البدايه كده يبقى فيه نوع من انواع الفن والمرح. طيب النقطه اللي بعد كده او حرف البي بعد كده اللي هو بريدجت. بريدجت جايه من بريدج يعني جسر. في الايس بريكر مهم قوي ان الايس بريكر يكون له علاقه بموضوع البرزنتيشن. يعني انت النهارده لو جاي تتكلم عن كوميونيكيشن سكيلز خلي الايس بريكر له علاقه، في جسر تواصل ما بين الايس بريكر وما بين الموضوع الخاص بالبرزنتيشن، خليه يبقى بريدجت. الحرف اللي بعد كده حاول الايس بريكر دايما بتاعك يبقى يونيك. يونيك يعني متفرد، يعني جديد، يعني حاجه الناس ما سمعتش عنها قبل كده، حاجه الناس ما شافتهاش قبل كده، حاجه غير مكرره. بعد كده عندي لايفلي، حرف ال. لايفلي يعني حاجه يكون فيها اكتيفيتي كده او نشاط، يكون فيه حركه، يكون فيه حياه، يكسر الجمود في بدايه البرزنتيشن. حرف ال لايفلي. هروح بعد كده للحرف اللي جاي اللي هو اوبتيمستيك. اوبتيمستيك يعني ايس بريكر يكون فيه تفاؤل، يكون فيه اوبتيميزم. ابعد عن البيسيميزم، ابعد عن التشاؤم، ما تقفلش الناس من اول البرزنتيشن. الناس بتحب حاجه يكون فيها عنصر التفاؤل، يكون فيها امل للناس، بتديهم كده هوب. ده اللي جاي ان شاء الله في البرزنتيشن هيبقى افضل وهيبقى احسن بكتير. بعد كده حرف اليو uncomplicated، غير معقد. بلاش تعمل ايس بريكر يكون فيه تفاصيل كتيره، يكون فيه وقت كتير عشان يعني الناس تفكر فيه، يكون فيه عمق. يعني بلاش الحاجات اللي فيها الدبث دي كده من اولها، بسط الامور على قد ما تقدر، الناس بتحب البساطه. الحرف اللي بعد كده وده هيبقى اخر حرف بالنسبه لي، الايس بريكر تراي انك تخليه شورت. شورت يعني ايه؟ بنتكلم في الفتره الزمنيه يعني من 5 ل 10 دقائق. في مدارس بتقول ممكن الايس بريكر يوصل ل 20 دقيقه، لكن انا من انصار يعني من 5 مينيمم لحد 10 دقائق ماكسيمم. الحقيقه لو قدرت انك انت تخلي بالك من العناصر دي هتقدر تعمل فابيولس اكرونيم ممتازه، هتقدر تعمل ايس بريكر يكون ممتاز. ركز على الثمان عناصر دول عشان تبدا برزنتيشن يبقى جامد جدا ان شاء الله. سهله.